رمضان كريم عليكم أحبة المشاهدين وين ما تكونون، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم ضيفنا الشاعر المبدع علي الفريداوي. طبعا علي الفريداوي قبل لا نتصل به كنا خايفين من عنده لأنه يمتلك جسم وعضلات وغيرها من الأمور. تعالوا ويانا خلينا نشوف إيش راح يصير وياه ويكاظم. رمضان كريم عليكم أحبتي المشاهدين وين ما تكونون. نلتقي بكم مع حلقة جديدة من برنامج الرحمة. اليوم راح تكون لنا زيارة لدار الحياة لعلاج وتأهيل الأمراض النفسية برفقة الشاعر المبدع علي الفريداوي. رمضان كريم عليك. شكرا جزيلا، رمضان كريم عليك وعلى كل اللي يشوفونه. واسم البرنامج يجذب القلوب لأن هو رمضان الرحمة يا رب، والرحمة صلت الله ما بين السماوات والأرض. يا الله. إذن أحبتي المشاهدين خليكم ويانا وتابعونا أثناء هذه الزيارة. متواصلين وياكم حبايبي المشاهدين اثناء هذه الجوله برفقه الشاعر المبدع علي الفريداوي، وجينا زياره دار الحياه لعلاج وتاهيل الامراض النفسيه. تفضل. لا اسم الله اليوم. يلا يا لا ارتاح يوم. ارتاح حلاوه نجيب لك هسه يوم. تجيب لك ست هاي شلون خلي الحالات برا؟ هسه يوم نجيب لك حلاوه. يلا تعال ارتاح. لا اله الا الله. هسه نجيب لك والله يوم نجيب لك. يمكن خطيه حاله. المفروض الدكاتره يعني ما يخلون. شلون تخليها هي هاي برا هيك؟ ست اوكي ماما نجيب لك حلاوه. هسه نجيب لك هسه. بعد تريدين غير الحلاوه؟ ست شلون خلي الحالات هيك برا؟ بلا زحمه. تركوا واحد يمهم. اوكي حتى لو فتره استراحه. ما يخالف دير بالكم عليهم. هسه طلع واحد فتح الباب طلع. دكتوره موجوده؟ يلا. ما يخالف ست هسه واحد فتح الباب وطلع من عندهم شلون؟ يلا يسوون. حتى اذا يما ليش تبكين؟ لا تبكين لا تبكين. ماما ليش تبكين؟ لا تبكين هسه نجيب. خطيه حالتها ما مستقره. لا خلينا نشوف الدكتور هسه نفتي يمشي حالاتها. لا تبكين يوم لا تبكين. هلا خلينا نشوف الدكتور. خافي احنا رجعتها تسبب لها. هو يمكن الظاهر خليها ترتاح هنا. خليها ترتاح. اي خليها هنا لا تخليها، خاف يجوز فوق تصعد الضوج او كذا. لا هلا نروح نشوف المديره حتى تشوف. السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا علي، نورتونا. زارتنا البركه، اهلا وسهلا. اي هيفاء راجعي لهنا دكتوره بالمستشفى. يلا ماما. شلونك دكتوره؟ هلا وعيني، شلونكم؟ دكتوره ايش حاجتك الحالات برا يعني؟ ليش هم زعجوكم عيني؟ مو زعجونا بس مو يعني قصه زعجونا. ما ضايقكم استاذ عيني؟ لا ست بس مو نعتذر من يمكم استاذ عيني يعني. سوري لا مو حد بس اليوم يعني قلت لك استراحه، نزلناهم شويه يرتاحون يغيرون جو، ما يصير دائما. هاي المكان كبير. هذا المكاني اتصور انت دكتور اعرف منه بهذا المواضيع. اي هذا المكان بالنسبه لهم صغير يعني. ما يكفي. بالنسبه احنا ما عندنا عدد يعني هواي استاذ عيني، عندنا تقريبا 20 حاله، ما عندنا يعني الانسان اذا هذا مكان شوي. انا هسه اولا من قالوا الشباب اكو هيك مركز فرحت، لان بصراحه احنا ما عندنا دور سايكولوجي ولا عندنا دكاتره سايكولوجيين. صحيح. ويمكن اللي يراجع دكتور سايكولوجي يخجل صحيح. شايد ويمكن ما يقول. ما يقول حتى. فهذا المفروض النطاق ينكسر. وشي يفرحنا انه هو اكو دار مثلا مو فقط للمسنين، دار العلاجات. لكن نوعيه العلاجات انا حسيتها تقول دا يضربون. سمعت شنو تقول يضربون؟ شفنا مره كبيره تقول شنو يضربون؟ هذه حاله صبيحه. ايش بيها صبيحه؟ صبيحه عندها 3 اخوان و3 خوات يضربونها. فلما فلوس هي يم ابنها
وماخذين من عندها، لا اله. وكم شيء وذابيها بالشارع. وذابيها هي بعدها كانت عندها حاله نفسيه، نفسيتها جدا يعني تعبانه. توتر عندها اي، جابون اياها جوارينهم. لا اله الا الله. ذابيها بالشارع وجايبين. يضربون يعني مو قصدهم. فهي تخاف كل اللي يجينا زائر عبالها يضربها. والله فاجئني قلنا لا كل زائر يجينا تتصور يضربها. فهو اللي وصل هاي الحاله ولدها يعني. كانت اكو حاله اخوانها اللي هم كانوا وياهم. علم البسيط كانت قبل اكو مثلا اساليب حتى يمكن برا للخشونه او الحالات المتخضع للميديكيشن يعني للعلاج. يعاملون قسوه، بس هاي انتهت. احنا ما نعاملهم بقسوه، احنا بالعكس معتبريهم اولادنا امهاتنا. احنا دارنا يعني هذا دار الحياه، استثناء من 2010 لحد الان جهدنا ذبينا بيه، تجينا مساعدات من الناس. لا شنو الاشكال؟ احنا من دخلنا فهي تشلبت خطيه وظلت تبكي تقول ظلمها، احنا كنا نصور بيننا وبينها تعاملوا بالدار، بس تقولين هي اصلا لا استاذ عزيز احنا ما نضربهم، بالعكس اول شيء دول امهاتنا يعني وابهاتنا. عندنا دار كبار، عندنا دار شباب. احنا 3 عندنا لحد الان. 3 موظفين؟ اي بس 2 يعني ماكو شيء يعني يعبر عليك من 3؟ لا لو اكو مثلا اكثر من 20 موظف وانت مديره ممكن ان اكو شيء مثلا يعبر عليك. زين لا احنا بالعكس. فاذا صارت هيك حاله او اي والله يعني اكو مثلا اكو انسان انت تعطينا مسؤوليه انه يشوف روحه ما يسيطر على هاي التصرفات، فيتصرف تصرفات او يجوز يخوفه باسلوب انت ما بالعكس. زين عليها خلينا نحكي وياهم واحد هيفاء تقدر يعني تحكي هي ويانا؟ لا ما تستوجب يعني تحكي وياها انت وتستمع للكلام. لا تفتين؟ شغلات تفتهمها شغلات لا. خلينا نشوف على الاقل احنا نريد نجيب الحاله ما نصور علي نشوفهم كم حاله. يلا مو على الاقل حتى قبل تعرف انت تسوي خاف لها كلام بديء او الضل. لا ما انا ما عندي مشكله. لا احنا ما عندنا اشكال، احنا بس نريد الحالات تكون مستقره. الدكتور ما لا حتى ذا مو مستقر. احنا نريد نشوف الشيء او الحلقه راح تنعرض حتى الناس تشوف الشيء الواقعي يعني. ما نطلع الحالات المستقره. لا هم مشكورين تفضلي ونخبي الحالات. احنا هم مشكورين على هالجهد. ها يوم تعالي صبيحه ضيوف عندنا اليوم. باعي ضيوف. اجي شلونك؟ لا منو قلت لك؟ منو وياك؟ منو؟ لا تبكين. خاف من ولدها واخوانها اللي هم صاروا يضربون. واحد وياك؟ منو يقتلش منو؟ ما حد يقتلش. باع اليوم ضيوف عندنا صبيحه. هنا مرتاحه بالدار؟ صبيحه مرتاحه بالدار؟ يما انا اعرفك تعالي. لا تبكين يوم لا تبكين لا حد يقتلش، ما حد يقدر يقتلك. يلا لا تبكين. لا اله الا الله. هاي ولدها اللي هم ماخذين ولدها وذابيها بالشارع يعني ماخذين حتى فلوس. والله عم الجسم قصر والله العظيم. لا تبكين يوم لا تبكين. اي اوكي هسه نجيب لك حلاوه. تعال اقعد هنا يمو. تعال جنك على حلاوه تدللين. زين اكلهم يعني كل شيء تجيبون احنا موفرين كل شيء استاذ. بس هي عندها سكر دائما تريد حلاوه. لكودن عندها سكر ما نعطيها حلاوه هوايه. يعني شنو؟ تخاف من جابوا لنا اياها لحد الان. هسه احنا سيطرنا عليها قلت لك. بالبدايه لا كانت تتملخ استاذ. ما حد يقتلك. منو يوصلك؟ كانت تتملخ بشعرها بهدومها من جابوها يعني وفرد مره مؤلمه. لا اله الا الله. الله لا ينطيكم والله. الله لا ينطيكم. يعني هذا بشهر واحد يروح يزورها. زين يزوروكم اهلها قاربها ما حد وراها من قال هاي ما موجوده بالشارع من وديتها بفلان مكان. اسال انا اسمع قصص انه اكو ناس بغير ما معقول لحد الان ما حد اجى عليها. يعني ما يقارب صار لها 2 سنين وشويه عندنا هنا. هي ما حد سال ما حد قال يعني اهل الجيران وجايبيها. يعني انت اسال اقول وين موجوده؟ ماتت؟ اسال فيها حلاوه نجيب لك يوم نجيب لك والله تريدين نجيب لك حلاوه. اكو محل قريب اكو فد شيء. مو تقول هي بيه مريضه. سكر عندها استاذ يعني ما نعطيها حلاوه. اكو ذاوب. احنا مسوينها يعني هذا حلاوه بالداي قاعد نعطيها. دكتور يعني خالي شويه من السكر. خليها ترتاح خطيه شويه حتى نبدا نصعد. يوم اخذ راحتك اقعد ما لا تخافي ما حد وياك. تفضلي. لا اله الا الله. تعالي اختي يا حبيبتي. لا اله الا الله. تعالي صبيحه. تعالي يا مرة ويا هيفاء. ارتاح والله نجيك ونزورك بدون برنامج والله نجيك.
وش تريدين؟ زين دكتور اذا واحد يعني يجيب مساعدات شيء عادي يعني احنا وقت بغض ما النظر تزورونه يعني الدار دار تسوي لنا والله حمله يا ريت بسيطه. اي والله اريد عزيز رقمكم يعني مو بس احنا تفضلون نقدر- يمين. والله نشوف مو بس احنا من اللي يلا ماما بيسوره طلعيها. يقدر يسوي. ارتاح ودينا اليوم ارتاح. متواصلين وياكم احبه المشاهدين لكن بعد الفاصل. خلينا نشوف هاي الحاله. جيب لكم الحاله اللي هو طالب عندنا هنا. طالب كليه؟ لا اسمه طالب اسمه طالب. ايه ودارس بالجامعه وسابقا عنده حاله نفسيه ايه ويحب عمه تقدم عليها وما منطيه اياه رافضين. عمها ما اي عمها ما حلو. منطيه اياه. فورا ما نقدم عليها ما منطيه اياه، انا اللي سمعته من عمه حالته اللي هو جابه وتركه انه هنا راح يصير له ما يقارب 4 سنين. شوف الجرأة جابه بيده لهنا. اي جابه هنا وتركه وسافر. على اي اساس؟ ما اعرف هو سلم لنا يا عمه وعافله ببقتها مبلغ وعلاج عالجناه وتركه البداية يأمنهم يجيبون إيه. يعطون فلوس يأمنهم. تركه وراح وبعد ما انطاه يعني قلت لك هو متقدم على بنته ما منطيه اياه. هالقد ما يحبها يعني مشوهوشه بتيزاب. النطق مال صوته متغير. عالجناه احنا يعني سيطرنا على علاجه. قلت لك اول ما اجى كانوا عندنا هنا ما يقارب 22 مريض. هرجل هذا المركز مالتنا. وهسه شنو حالته؟ كسر غراض ما ادري شو يسوي بعدين لا سيطر عليه قمنا نعطيه مهدئات يعني اعتنينا شلون بيه. الحالات تجيكم متشابهه لو؟ لا كل حاله تجينا يعني حالتها تفرق. كل حاله اللي تمر علينا قطعه بانه عمه هو جابه بيده يعني فوق ما صار اي هذا طالب هو عمه جابه جابه ومنهم خالي فلوس وهيك وبعدين داروشه ورايح. وسافر عمه تركه يمه وسافر شنو هناك. هالنفسيات؟ اتصلنا به عده المرات عمه قال اني ما مو المفروض ست انت اعرف المفروض ما يجيكم يعني النظام السيستم يصير ما يجيكم دايركت هيك يسهل ابعاد اي واحد يريد يبعد واحد عنه يجيب مثلا يجيكم عن طريق وزاره الصحه او يجيكم عن طريق مستشفى حتى يتعهد متى ما تريدونه يجي او اذا ما تم الاحضار يتم احضاره قانونيا مثل بقى ما يقارب شهرين 3 اشهر يراجعنا بعدها دقينا عليه كان يقول انا مسافر حتى مو بالعراق يعني مسافر فتركناه بعد الموضوع فبقينا محتفظين به احنا هنا. هيفاء النفسيات هاي يعني توصل لك الجرأة ابن اخوك هسه شوف تفضلي يعني فوق جيبي لي حاله ماما ما طالب. والله ما اعرف والله عم الله يساعدكم والله عم الله يساعدكم. احنا تمر علينا قلت لك من 2010 حالات كثيره تمر علينا بهذا الدار فما نقدر يعني نقول له ما نستقبله ما نقدر نستقبله. اوكي نقول له ما نستقبله. استقبالكم هذا يشرح صدورنا لكن اكو ضمانات لكن اكو ضمانات هسه الله يكفينا الشر بالمحاكم ممكن ان تجيب اي واحد ممكن. هذا طالب لا ما يعرف. ليش الشارع فينا طول؟ ما يقبل يحله نهائيا ما يقبل يزين ويخاف. خلي اوكي لا بس تركه استاذ لا تدلنا عليه تركه. تعال حبيبي زين على الاقل مزينين خطيه شيء تعال مستري طالب حبيبي طالب تركه استاذ تركه استاذ استري نصور انا اعرف حالته يعني قالوا عندك حبيبه. لحظه طالب شنو من حبيبته؟ مو هيك تذكره اكو واحد يقول له عندك جرح مثلا برجله وتذكره هي تقول هو عنده موهبه هسه هم يسمعكم. شلونك حبيبي؟ ايش عنده موهبه؟ عنده موهبه هسه يشعر لكم هو. شعور لا حبيبي لا بس تتركوا استاذ اترجاك تركه اترجاك اخوان بس من رخصتكم شويه وهيئ لكم بس نسحبوا الكاميرات. هو من يشوف الاناره يضوج. اي صح حبيبي يلا راح نعطيك هاي اترك استاذ. انا حالته اعرفها استاذ علي من رخصتك ترتاح حالته يعني انا اعرفها. تركوا بس استريحوا حاله مالته انا اعرفها. حبيبي خالد يوم جيناك زياره انا وعلي فريداوي هنا تعرف علاوي استريح يعني قد هو كانت حالته انا مرتاح لا كانت حالته من جابوه يكسر الغراب. تزوج هاي؟ اشوف حتى اكو وجع عندك طالب حبيبي؟ فهو فكره الزواج باقيه بباله. لا حبيبي خلي براحته لا بالله لا حول. بس على الاقل شو هدوم نهدأ زينه. طالب اليوم ضيوف عندنا هنا حبيبي ناقصك فد شيء نجي لك فد شيء. طيب اكو يعني اوقات للعلاج تطوق كذا؟
والعلاج يفيد وياه مثلا. يعني تحسنت حالته؟ يا حبيبي طالب حبيبي ليش ما تقعد على الكرسي؟ تعال اريد اشوفك. لا حبيبي لا نزلها، لا نزلها طالب لا حبيبي يلا اي ماكو اشكال بالموضوع، اقعد يلا حبيبي. حياتي تعال اقعد تنام مكاني. زين باقي اريد اسولف وياك انا، اريد أي. اسولف وياك، اريد اسولف وياك انا. طالب لا حبيبي لا. لا قلبي لا قلبي طالب بس لا، قوم مرتاح قوم قدام؟ اريد اسولف وياك. مرتاح هنا أنا؟ مرتاح؟ ها مرتاح حبيبي؟ ايش بيه؟ خلي يا اخي. ليش هيك من واحد لازم يضل شو اسمه؟ تعال اقعد هسه راح نروح. اجونا ضيوف ترى بعد ما طلعك وياي. زين شو يخاف بعد من ما واحد راح بالنسبة اطلعك ليش؟ وياي ترك استاذ هو راح يقعد هسه. يلا تعال بدنا نروح نطلع تعال اليوم. حبيبي، تعال. مو راح نروح نطلع اليوم بالطلعه. يلا تعال يلا ليش قاعدين ننام. على القعده؟ يلا ها يلا اقعد حبيبي. خلي يقعد طالب. على الكرسي خلي. يلا لا دكتور، يلا اشترك هو راح حالته يقعد بعد على هاي الحاله راح يقعد. يخاف شو يخاف من لا اكو كلام يعني منه سمعاني يسكت يهدى. شنو كلام ايش شو تقول لي ده؟ طالب شنو؟ طالب طالب راح نروح انا وياك. وين ترحين وين ترحين؟ شو تقول لي؟ هو يقنع مني اقول له راح نروح انا وياك ونروح نطلع يكيف. يعني الحين طالعه؟ اي يلا راح نروح. اي ما يخالف يتزوج. لا حبيبي لا تركي استاذ بس تركي استاذ تركي استاذ مرة لا ما يخنقني يكون على ثقة دكتور ما يخنقني يعني شنو اني ما يخنق لا؟ لا لا حبيبي لا لا حياتي. دكتور اذا حالته ما مستقره خليه لا يفوت. خليك هو يقعد تركي استاذ هو دكتور انت يتركني تصير بعيد علي انت. ما حبيبي، يأدي لا. لا استاذ ما لا، يأدي استاذ حبيبي، علي لا. ما يأدي هو هو انا وياه ما يدري لا تشلب الخطيب. لا هاي ما يخنق استاذ هو هيك يشلب بس ما يخنق. قطع عني النفس هو شو هيفا راح اطلع على الرد لا تركه راح اطلع على الرد. لا هيك خليه يروح لا هيفا خليه قاعد يمنا هيك. هسه هذا العنف كنت قصده اني. طالب تعال خذي لي الرد هيك. تعال كلامنا هسه ايش معنى الرد يعني؟ ايش الرد؟ يقعد برا يرتاح يبقى هناك يستر. اقعد بركي شوف خليه يرتاح شوفه. يلا راح يقعد الاستاذ يلا عنده موهبه هو هسه راح يشعر عنده موهبه شعر راح يشعركم. اي يلا تقرانا شعر. يلا حبيبي طالب اقرا لي لا تقول يلا ما تقرانا يلا. اقرا له شعر يلا جيب حبيبي. له مي. يلا تقرانا شعر يلا حتى على مي خلده يشرب. ها طالب ها تسمع شعر؟ ليش؟ خلينا نسمع. قال تكتب شعر. شنو؟ شو يقول؟ يسبب عمل. خليه يرتاح. خليه يطلع. لا اله الا الله. لا حبيبي لا اقعد عليه ولا قلبه هذا. طالب حبيبي طالب علي اقعد حتى هو يقعد قبالك. عيني ده من تقعد راح انت تخلي هو شو اسمه. يلا راح لا، يسولف. ما لا تخليه. اتركه هو راح يسولف هسه من راح تقعد من تقعد انت هو يقعد يسولف. يلا حبيبي يلا. طالب شو تريد نجيب لك؟ اكو شيء تحبه؟ شنو؟ شو تحب حبيبي؟ شنو؟ وكان يجرحنا علاوي. شنو؟ لا بابا شنو هاي؟ لا 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 عفو لا شنو عفو علي؟ بيده مو قاص مو قاص علي ايدك طالب اترك علي دبارك ايدك علي خلاص مو قاص دبارك علي مو قاص مو قاص علي. اوقف حبيبي اوقف. علي مشلب اترك الاستاذ اترك السيد طالب راح اجيب الابرص. قوي لازم مو قاص علي اللي يصير شلون؟ السيد لا طالب ابي علي مشلب خنقك طالب اتركه. لا حبيبي لا حبيبي اهدى طالب. ما شاء الله والله علاوي ياخذني ويوديني ياخذني خلينا نشوفها. اهدى حبيبي طالب اهدى هورته استاذ هورته من يا ابوي حطه بس يصور المسدس بالله. انا لك يابا حار بيها حيرة اختك كذب والله. شلون علاوي؟
شنو رايك فيه؟ مي حطني هلا حسيت بيها عليك ما قلت على نفسي. ها؟ اقعد عليك. حسيت بيها علاوي لا؟ حسيت بيه. ها؟ شوفوا اعزائي المشاهدين باعوا لانه اخذها علاوي. انا اختصاصي. والله اول ما جري قلت راح اجيب علي فريداوي قال له حيدر يفلشني والله. الوحيد علاوي الوحيد اللي سحب المقص اعزائي المشاهدين لحد الان. والله هذا قلت له قال له حيدر راح تفلشني. تجيب لي بليه قلت له ما عليك جيب علاوي. مبدع والله بدول قلبك. طبعا مثل ما تشوفون دم اليوم. كاظم شنو الوجبه؟ كاظم عورته. كاظم يستاهلون يستاهلون عاد قلب. لا والله رحم الله والديك. والله علاوي كلمه جمهور. والله العظيم والله هذا كان كلام من صميم قصص قلبي. تهديت بيها تاثرت بيها القصص الحجيه يعني صديقة. قصة الوالدة هي يعني خلت ذهني شفناك حتى شارد بكيتي والله. وامير فقلت فرصة انه علاوي يعرف علاوي صاحب وامير شلون شفته؟ قلب كبير وجسم فدوى كبير. القلب. يعني علي شاعر مبدع فدوى قلبك. متألق والله علاوي وصاحب انسانيه والله. يعني الله منفرد يحفظك صراحه هذا مو قبل له. الله. وعلاوه انت فدوى عمرك. قبل هذا المقلب لكن بدي تفكر المقلب حلو فكانت مشكلتي انه شلون راح اتلاوى وياه. دليل هو اول واحد دخل يعني مجرد بس صريت على حاجه صريت علي رويت ركبتين انا كنت خايف على حيدر انا. وبنفس الوقت خايف علي مازن. إيه. ترى هاي اعزائي أبد. المشاهدين مو منه من المقص. اها علاوي مازن وخايف علي إيه لا والله ابد قلت لهم عوفوا لان انا قلت هاي يجوز حاله هستيريا يعني تاخذ في 3 دقائق 5 دقائق عاد يعني تتحملها. حتى تاثر بصبيحه راد حتى يتبرع بانه ياخذها وياه للبيت. كل من الجمهور علاوي. شفت سافر هسه سافر. طبعا هذا خلينا نعتبره جهد حتى نزرع البسمه ان شاء الله على يستاهلون. وجوههم. رغم جاي يروح بها حيدر ورغم هسه شو الخوخ رب مش عارف. لا مره والله العظيم يمكن الاشياء اللي سويناها هاي رساله اريد اوصلها عن اذنكم طبعا. لا تفضل. استاذ كاظم واستاذ احمد لا حبيب قلبي العزيز. ممكن هاي الاشياء مو حقيقيه ممكن لكن اكو اشياء امر منها وحقيقيه واكو ناس مذبوبه بالشارع وما حد الها يعني بروفيشنال وما حد الها وغيره والناس اللي دا نشوفهم يعني هم مؤهلين يعني للضياع. سمعنا فد شيء بسيط لجمهورك ولو انت ما تقدر تجذب نفسك هسه. لا عادي يعني معلم على الصدمات. علاوي يريد يتزوج هو. اشماني سولة بكي بي الله ذاب. الله اشمان سولة بكي بي الله ذاب. دموعي غيمة وتمطر بعين قزيز. البكي ما يلحق بعد يركض ركاض من عبن يومية خاسر العزيز. الله الله الله